مطار الجزائر الدولي يطلق خدمة جديدة ويحذر. أطلق مطار الجزائر الدولي خدمة جديدة للمسافرين الخميس 27 أبريل. شيء من شأنه أن يسعد آلاف المسافرين الذين يمرون عبر مطار الجزائر العاصمة. أنها بالفعل نقطة إنزال، مكان لوقوف السيارات محجوز فقط للتوقف القصير وليس لوقوف السيارات. تعمل هذه الخدمة الجديدة منذ اليوم، وينبغي أن تسمح للمسافرين بالوصول إلى المطار بسهولة وسرعة أكبر. واحد يسير مطار الجزائر العاصمة أبلغ مستخدميه الأعزاء بأنه سيتم الانتهاء من أعمال الإنزال في الصائلة الغربية. مساء 26 أبريل، قال مطار الجزائر في بيان صحفي نشر مساء أمس على صفحته على فيسبوك أنه سيتم تشغيله اعتبارا من 27 أبريل 2023 الساعة 9 صباحا. وتجدر الإشارة إلى أن التخفيض هو مفهوم تم تبنيه في العديد من المطارات حول العالم، أنه موقع مؤقت لوقوف السيارات يسمح للمسافرين بإنزال الركاب أو الأمتعة بسرعة قبل التوجه إلى وجهاتهم. عادة ما يقع هذا النوع من مواقف السيارات في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطات المطار، مما يسمح للمسافرين بالوصول بسرعة إلى وجهاتهم. من الواضح أنه مفهوم عملي للمسافرين، ولكن من المهم أن تذكر أن هذا ليس مكانا مخصصا لوقوف السيارات. يجب على السائقين التأكد من عدم ترك سياراتهم متوقفة لفترة أطول من اللازم، لأن ذلك قد يسبب مشاكل لمستخدمي مواقف السيارات الآخرين. ملاحظة: للسائقين الأعزاء، نقطة الإنزال ليست مكانا مخصصا لوقوف السيارات. ذكرت مطار الجزائر في بيان صحفي له: لذلك حذر مطار الجزائر العاصمة مستخدميه في هذا الصدد. يجب على السائقين استخدام نقطة الإنزال فقط لإنزال الركاب أو الأمتعة قبل مغادرة المطار. إذا اضطر السائق إلى ترك سيارته لفترة طويلة، فعليه استخدام مواقف منتظمة لتجنب الغرامات أو العقوبات. مطار الجزائر، تسهيل آخر تم تطبيقه مؤخرا. يمكن للمسافرين ومستخدمي مطار الجزائر الدولي الآن دفع ضربة كبيرة من الراحة. وبالفعل، بعد عدة أشهر من الانتظار، فتح المطار أبواب المدخل الثلاثة الموجودة في الطابق العلوي في مستوى صالتان المغادرة العامة في 23 أبريل. أراد مطار الجزائر العاصمة افتتاحه الثلاثة تقع أبواب المدخل في الطابق العلوي على مستوى صالتان المغادرة العامة من أجل ضمان مرونة الوصول إلى الصالة الغربية. تفاصيل عن مطار الجزائر العاصمة في بيان صحفي: من أجل الوصول إلى منطقة المغادرة، يمكنك ركوب السلالم المتحركة أو المصاعد الموجودة أسفل الجسر بين موقف السيارات والمحطة أو قريبا جدا عبر نقطة الإنزال الموجودة في الجسر بالسيارة، كما يحدد مطار الجزائر. تأتي هذه المبادرة في إطار الرغبة في ضمان الوصول السلس إلى المبنى الغربي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة التي يقدمها المطار. قبل هذا الخبر السار بحماس من قبل المسافرين ومستخدمي مطار الجزائر العاصمة، الذين واجهوا في كثير من الأحيان مشاكل الازدحام عند مدخل الصائلة الغربية. في الأشهر الأخيرة، شهد المطار بالفعل زيادة كبيرة في حركة المرور، مما أدى إلى مشاكل مروريات وأوقات انتظار أطول، وبالتالي سيؤدي فتح هذه البوابات إلى تقليل أوقات الانتظار بشكل كبير، وجعل حركة المرور أكثر مرونة، مما يسهل مغادرة ووصول المسافرين.